سلاما طيب النفحات يهنيكم قرب الأحبة فارحموا صبابكم قد صد بالنزلات يا ساكني دار الحبيب عليكم مني سلاما طيب النفحات يهنيكم قرب الأحبة فارحموا صبابكم قد صد بالنزلات. أما بعد، فتحية لكل الحاضرين، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل سرور ومودة، ونيابة عن زميلي الأستاذ سالم الخلف رئيس كرسي الأمير سلمان لدراسات تاريخ المدينة المنورة، فبشرف بتقديم هذه الدورة العلمية الثانية، ويتندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للكرسي. فقد سبقت في العام الماضي بدورة أولى كللت الحمد لله بالنجاح، والآن حان موعد الدورة العلمية الثانية، وهي كذلك تهم المعالم التاريخية للمدينة المنورة على صحيحها أكمل صلاة وأشرف. دورتنا الثانية هذه تتألف من جزئين: جزء علمي نفتتحه الآن على بركة الله بمداخلات علمية. الأولى لزميلنا الدكتور محمد عبد الرحمن الدخيل، وبالمناسبة نوجه له شكر خاص لأننا استنجدنا به في لحظة من الوقت ما كانت في الحقيقة مناسبة. كان زميل آخر مدعو للمساهمة، إلا أن ظروفا خاصة حالت دونه وذلك، فلجأنا إلى زميلنا محمد عبد الرحمن الدخيل ووجدنا فيه كل التجاوب، فبارك الله فيه وشكرا له مجددا. بعد مداخلة زميلي الدكتور محمد عبد الرحمن الدخيل، يأتي الدور للأستاذ عبد الله محمد كامل ليدلي بدلوه أيضا فيما يتعلق بمعالم المدينة المنورة. هذا عن الجزء الأول من هذه الدورة العلمية. الجزء الثاني سيكون إن شاء الله غدا بداية من الساعة 8 صباحا إلى حدود الظهر، في شكل جولة ميدانية عبر معالم المدينة، تنطلق من رحاب الجامعة الإسلامية، وتحديدا من أمام كلية الدعوة وأصول الدين مقر الكرسي المذكور، تكون مؤطرة بدليل أو بأدلة وبمعية الأستاذين أيضا لتوضيح هذه المعالم على عين المكان وعلى أرض الواقع، حتى تكتمل بذلك الفائدة من هذه الدورة العلمية بشقيها النظري والتطبيقي العملي. أكتفي بهذا ونفتتح على بركة الله ندوتنا بكلمة الدكتور محمد عبد الرحمن الدخيل مشكورا، فإليه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يصطفي ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله فضل بعض البقاع على بعض سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كانت سيرته العطرة مترددة بين البلدين المختارين، مكة المكرمة التي هي أول بيت وضعه الله للناس، وطيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختارها سبحانه وتعالى بنفسه لتكون مهاجر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ومأرز الإيمان الثاني في أوله
وعودته في نهاية آخر الزمان. إن الإسلام ليأرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. لك الحمد ربنا أن جعلتنا من أهل هذا البلد الطيب المبارك، وجعلتنا من أمة سيد المرسلين